انا مش بقول لك ان هم انت جايب احسن لعيبه في الدوري وبتخسر، اكيد مش حاجه حلوه. انا اقول لك على اكستريم وده كوره والله، مش انا زملكاوي. الاهلي حتى لما اللعيبه دي تلتزم شوف كمان الاهلي مش عارف يلعب كده. ليه بقى؟ انت مثلا هقول لك مثال على واحد ما بيتكلمش دلوقتي ومستواه كويس على فكره وفايق، واحد زي بن شرقي. تريزيجيه بياخد الكره وعايز يجري، زيزو درجن ماشي مش عارفين هو هيوقف امتى ولا يعني وراه ايه، في مين بيجري وراه. فبن شرقي اكتر بيلعب لعبه تقريبا متوازن. بس انت لو جيت تشوف فعلا بن شرقي كدور تكتيكي الاهلي لما بيفقد الكوره والكوره مش مع بن شرقي، الناحيه الثانيه بن شرقي موجود فين؟ على فكره بن شرقي من اللعيبه اللي مش بتتمركز، وهو دايما بيلعب على ان هو يستلم الكوره في حته كويسه وعنده الحل الفردي بيرفكت. بس هو من غير كوره او هو بيتمركز ازاي؟ هو ساعات بيسرح، بيسيب الباك بتاعه، مش بيعمل مسانده دفاعيه. ده مثال لو قعدت امسك لك لعيب بقى في اللعيبه النجوم دي. اللي اقصده بالاخر يعني قصدي ايه الفكره اللي اوصلها؟ ان الاهلي تكتيكيا الاهلي هيفضل يكسب بالروح، ده اللي اقصده. بس الاهلي لما يقع قدام فريق سيمي فاينل بقى دوري ابطال افريقيا، ماتش مع بيراميدز تكتيكي بقى، والفرقه بتلعب على نقط الضعف بتاعتك زي بيراميدز، يوريتيتش بقى له كذا ماتش بيلعب على نقط ضعف الاهلي، فانت ساعتها هتلعب مع فريق هو منظم وانت مش عارف تبقى منظم قدامه، ومهما تحزق وتحرق مش هتيجي معاك. انا رايي